بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام على أشرف المرسلين. تحية نضالية. بادئ ذي بدء أرحب بالسادة أعضاء المكتب السياسي، السيد رئيس المجلس الوطني، السادة أعضاء المكتب السياسي، السادة أعضاء المجلس الوطني، ومناضلو حزب الأصالة والمعاصرة بالجهة الشرقية بأقاليمه السبع. أيها الحضور الكريم، من مدينة وجدة، المدينة الألفية، مدينة ثورة 16 أغسطس 1953، والتي خاضت المعارك ضد المستعمر من جبال بني زناسن لمقاومة المستعمر، أحييكم. ومن ربوع الجهة الشرقية، من جبال الريف، من توريز، من جرادة، من بركان، من بعرفة وفقيد، أحييكم. أيها الحضور الكريم، إنها محطة مهمة في مسار الحزب. حزب الأصالة والمعاصرة هذا الحزب الذي خلخل المشهد السياسي بتقديمه بديلا معقلا مكرسا خياره الرامي إلى الهيكلة وتقوية المؤسسات حتى تسود الحكام التنظيمية بدلا من المزاجية في اتخاذ القرارات ذات الطابع التدبيري للحزب، مقاوما الفكر الاستئصالي الماضوي والفوبيا الغير معقولة من الحزب، والتي تدل على ضعف الأحزاب التي تبني هزائمها وإخفاقاتها على مفهوم المؤامرة والمظلومية. أيها الحضور الكريم، إن مشروع الأصالة والمعاصرة هو مشروع سياسي طموح على المدى القصير والمتوسط والبعيد، يتطلب تنزيله التبصر والعمل الدؤوب في تفاعل تام مع العوامل الداخلية والخارجية والحراك السياسي لمختلف الفاعلين. نحن الآن في مرحلة البناء والتنظيم، وكما قال الفيلسوف أوغست كونت: لا يمكن أن نتطور إلا عن طريق النظام والتنظيم، بالبروغري إيلور، حتى نتمكن من خوض حرب ضروس ضد أعداء الانفتاح على القيم الكونية والتصدي للحروب الدونكيشوتية التي يلجأ لها منعدم الرؤية أو أصحاب الرؤية القصيرة من لا خطاب ولا استراتيجية لهم ولا مشروع مجتمعي سوى توظيف الثوابت الراسخة للأمة المغربية والتي هي ملك لكل المغاربة. ولا يفوتني أن أشير أن الحزب الأغلبي، وكما قال الأستاذ المحترم رئيس المجلس الوطني السيد حكيم بن شماس، يتوجه رويدا حول منطق القوة العمياء المتمحور حول الذات وتجاهل المعارضة والإصرار على استصغار الآخر والتعبير عن إرادة قوية في فرض ثقافته ومنظومة قيمه على حساب الثقافات الأخرى، وبالتالي انعدمت مصداقية الإيديولوجيا التي كان يسود الاعتقاد سابقا أن بمقدورها إيجاد حلول ناجعة مرضية لمشاكل ومعاناة جميع الطبقات من المجتمع المغربي. إننا أمام تصور الحكومة يبتعد تدريجيا عن روح الدستور وتواجد المنهجية التشاركية في تعارض صريح مع البرنامج الحكومي، ولعل المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب السامية طبقا للفصلين 49 و 92 من الدستور المغربي لخير دليل على تلكؤ الحكومة في تنزيل واعتماد القوانين التنظيمية الأخرى، منها ما هو وارد في شعار الحزب من أجل جهوية ديمقراطية اجتماعية ومتضامنة. وهنا يتبين أن الهدف والمبتغى صارت الحكومة تبتعد شيئا وشيئا عن البرنامج الانتخابي الذي كانت تعتمد عليه إبان الحملات الانتخابية. أيها الحضور الكريم، إن هدف حزبنا هو الانخراط جميعا لتأسيس أداة حزبية عصرية قادرة على التجاوب مع المواطنين والمشاركة في الإصلاح المؤسساتي، وأن أهم مبادرات الحزب تتمثل في خلق الشروط الضرورية لاسترجاع ثقة المواطنين في نبل العمل السياسي، إلى جانب المشاركة في عملية تحصيل الاختيارات الديمقراطية وتدعيمها بالإصلاحات المؤسساتية والدستورية
الضرورية بما يلزم من المقومات لإحقاق العدالة الاجتماعية والإنصاف بين الأفراد والجماعات والجهات، وتدعيم ركائز دولة الحق والقانون في تناغم وانسجام تام مع ما ورد في أحد خطابات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من كون السياسة ليست مسألة لحظة اقتراب أو مسألة احتراف حزبي تفرضه الطبيعة السياسية وحدها، بل المطلوب هو الانخراط القوي والمتميز في العمل السياسي الملتزم على كل مستوياته الديمقراطية وأوراشه التنموية. إن حزب الأصالة والمعاصرة وضع في قمة برامجه القضايا الكبرى للأمة، خصوصا إذا علمنا أن بلادنا تواجه اليوم تحديات التنمية والديمقراطية في ظل محيط دولي وجهوي صعب تحكمه تطورات متسارعة، وفي سياق مرحلة تاريخية جديدة دخلتها بلادنا تتميز بإرادة قوية للمضي قدما في ترسيخ الاختيار الديمقراطي الحداثي، وهي الإرادة التي تجسدت في الإصلاحات والأوراش الكبرى التي عرفتها خلال العشرة الأخيرة، والذي حدث بالحزب الذي يسعى إلى تحقيق آمال المواطنين وإبعاد كابوس اليأس والإحباط إلى الحضور القوي في جميع المجالات والانفتاح على الطاقات الجديدة ومواكبة المنتخبين واستيعاب جميع الطاقات الوافدة عليه، لأن المهم ليس هو استيعاب جميع الطاقات بقدر ما هو تقدير هذه الطاقات وإيجاد محل وإرادة قوية لتقدير هذه الطاقات وجعلها تكون قيمة مضافة للحزب. دون أن ننسى، وفي هذا المجال أشير إلى القطاعات والأوراش الكبرى التي فتحها الحزب، سواء فيما يتعلق بقطاع الشباب والنساء والمهندسين والمهن الحرة ورجال الأعمال إلى غير ذلك من القطاعات، دون أن ننسى ما لعملية التخليق من دور أساسي وفعال لاسترجاع ثقة المواطنين، لأن هذا الأخير إذا ظل يعاني من تصرفات لا مسؤولة، من المحسوبية، من الزبونية، من الرشوة، من تفشي الغدر والرشوة والحجرة على حد تعبير البعض، فإنه سيفقد لا محالة الثقة في منتخبيه وفي برامج حزبه، وتكون النتيجة الحتمية هي العزوف أو التصويت العقابي. أيها الحضور الكريم، إن الإصلاح الذي يسبق إليه حزبنا لا يعتبر خيارا أو طرفا فكريا، وإنما نتيجة حتمية لمسارنا الديمقراطي والحداثي في إطار التحديات التي راهنت عليها بلادنا حتى لا نواجه بالإحباط الذي عاش فيه الكثيرون، خصوصا فئة الشباب، وما يستتبع ذلك من ظواهر عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي. الإصلاح المؤسسات هي عملية صعبة ولكنها ليست مستحيلة، تحتاج لرؤية متكاملة ولخارطة طريق تكون بمثابة البوصلة التي تحدد المسار لمسار الحزب وبرنامجه الزمني، ومن هنا تبرز أهمية التخطيط وما ينطوي عليه من سياسات وبرامج لتحقيق أهداف المجتمع ككل. إن حزب الأصالة والمعاصرة يمكن أن يفتخر بما حققه خلال 4 سنوات على التأسيس، سواء على المستوى السياسي أو التنظيمي، رغم كيد الكائدين ومكر الماكرين، وآخر محطة التي هي محطة مؤتمر الاستثنائي، والتي كرست مبادئ الديمقراطية واحترام القيم الاجتماعية والمناصفة، كما أننا بصدد تحقيق الوعود التي انبثقت عن المؤتمر الاستثنائي، ومنها عقد المؤتمرات الجهوية 16 قبل موسم سنة 2012 أو بداية سنة 2013، والتي تعتبر هيكل لمختلف القطاعات، وتلك هي اللبنة الأولى لبناء صرح الديمقراطية وإشراك النخب في العمل السياسي. أيها الحضور الكريم، إذا كنا نعلم وفهمنا جيدا مبتغى الحزب وبرنامجه المجتمعي الحداثي، ففي الجهة الشرقية يجب أن نعلم أننا مطالبين بتقوية واجهتنا الانتخابية، ذلك أن نسبة التمثيلية داخل جماعات الجهة الشرقية لا تتعدى 14%، خصوصا إذا علمنا أن الحزب حصل على الصعيد الوطني على أكثر من 6000 منتخب. ولعل الطرق المثلى لتقوية الواجهة الانتخابية تتجلى في اختيار القاعدة المناسبة والتواصل مع جميع شرائح المجتمع، وتكوين جمعيات حاضرة في الأحياء المهمشة
محاورة لمختلف الفئات خصوصا في الأحياء مهمشة، كما أن الانفتاح على مكونات المجتمع المدني والتي يؤمن بها حزبنا ستجعله لا محالة يراهن على كسب سباق التميز، وبذلك يتعين علينا تأهيل مرشحين لخوض المعارك الانتخابية للوصول إلى مراكز القرار وتدبير الشأن العام الشأن المحلي ولزيادة وعي هؤلاء المنتخبين بقضايا المجتمع. أيها الحضور الكريم، لقد عينت على رأس الأمانة العامة الجهوية بتاريخ 4/12/2010 وحظيت بثقة رجالات هم رموز للمواطنة الصادقة، وحمل لمشروع مجتمعي حداثي هدفه السير بالمغرب قدما إلى الأمام. وبالطبع فإن فتاة المسؤولية على رأس أي مؤسسة عمومية أو مدنية أو سياسية أو اجتماعية لا تتسع بالقدر الكافي لأي شخص لكي يستكمل نموذجه المثالي كما قال أحد الصحفيين سيد السلمساوي، لكنه يمكن أن يفتخر وأن يطمئن على منجزاته وتراكماته حيث يصاب بعدوى أفكاره أشخاص آخرون. أيها الحضور الكريم، حملت مشروع الحزب ودافعت عنه بكل ما أملك من قوة وعزيمة خلال فترات حالية. كان طموحي وهيكلة تنظيمية بمواصفات حديثة تتجاوب مع ساكنة الجهة الشرقية سياسيا، وكان الشغل الشاغل هو ضرورة استرجاع ثقة المواطنين في الأحزاب والعمل السياسي. كانت الانتقادات الموجهة إلى مؤسسة الأمانة الجهوية هي التعيين والتوافق بدل الانتخاب. وأقول اليوم ونحن أمام محطة من أهم محطات الديمقراطية في مسار الحزب، أقول اليوم أن التعيين هم مرحلة معينة تتعلق بمرحلة مخاض وتأسيس وولادة، وكانت تفرضها الوضعية التنظيمية للحزب. أما الآن وقد أصبح الحزب مهيكلا، أما الآن وقد حصل الحزب على 48 مقعدا في البرلمان، أما الآن وقد استرجعنا ثقة الساكنة، فبات من اللازم شق طريق الديمقراطية عن طريق الانتخاب واعتماد الصندوق الزجاجي والاحتكام إلى ما سيسفر. لقد شهدت مرحلة تحمل